خلينا هنا الكرز بعد ما شلنا منه البذور، قد كوب كرز وكوبين ماي، وهذا كوب سكر، وراح اضيف نص عصرة ليمونة واخليها على النار. هسه احنا حاطينها على نار عالية، كل ما تظهر هاي الرغوة نزيحها حتى لا تخرب لنا طعم المربى. شوفوا كل ما تظهر بعد ما زلنا الرغوة كليتها، هذا اللي باقي شوية هم نزيلها. شنو نسوي بعدين؟ هسه هي على نار عالية، راح ننص النار شوية قليل، يعني على الوسط، نخليها على النار الوسط. ما بدا الكرز يستوي علينا النار، خلاص الكرز بدا يستوي. اذا ما تحبونه كاملة ممكن تخلطينه بالخلاط. اخر شي نضيف المطيبات، هي الفانيلا، او تبين تبقين يبقى طعم الكرز نفسه او الفراولة، هاي براحتك بعد. هو هسه جاي فور على نار عالية مخليته. اكو طريقة احلى من هاي تطلع بيها المربى وافضل بعد، بس تصير الطريقة طويلة شوية مطولة، الجو حار كهرباء ماكو، فاتبعتها انا سويت هذه الطريقة المختصرة، همين تصير طيبة، راح نشوف النتيجة. بس هيك الطريقة افضل شوية بالعمل ومقاديرها يعني دقيقة اكثر. تصير يوم اسوي لكم اياها. هسه اهم شي نبقى نحرك فيه بس مو على طول الى ان نبدي مرحلة الاختبار. هسه هذه مرحلة الاختبار، طلعنا شوية من المربى، هسه راح نحركها. اذا ما جامدة هسه شوف، هسه بدت تقريبا شوية تصير تجمد، يعني هسه نحرك طاسة ونشوف. هذه بعد يراد لها شوية، يلا تصير مربى حقيقية. هذه علبة مالت مربى انا نشفتها تماما من الماي، لازم ما بيها اي رطوبة قبل ما نضيف بيها او قبل ما نخلي بيها المربى. هسه هاي كمية قليلة من الكرز، سوت لي هاي الكمية من المربى. بعد اكو شوية من هاي قبل ما احطها بالعلب، حطيتها بكاسة حتى اراويكم. اللي يحب شوية اخف يسوي، يعني شوية اقل من هذا، مو كلش يصير قوامه هالشكل، اخف شوية ينزله من النار قبل فترة. بس هي افضل شيء انه القوام يكون، قوام المربى يكون بهالشكل. الطعم جدا جميل والريحة يعني تخبل بالبيت، صارت ريحة الكرز والهيل. اتمنى تجربونه حتى لو عندكم كمية قليلة. انا بقت عندي كمية قليلة من الكرز، قلت يعني تروح حرامات اسويها مربى، بس طيبة وجربوها. هسه راح اخليها بالعلب اضمها بالثلاجة، كثر ما تبقى بالثلاجة فترة ما تخرب، كثر ما تبقى ما تخرب، وصحية بدون مواد حافظة، بدون جيلاتين، بدون اي شيء، والف عافية.